هذه هي هنا. هذا المكان هو المنبع الرئيسي لعين مسعود. منا كانت تنبع عين مسعود هنا في واحد تيوت. هذه من الجهة الغربية والساقية التي كانت تقع غرب الواد عين مسعود. هذا هو المنبع الرئيسي تاعها هنا. كان الماء يجي منا. خلال سنوات الخمسينات أنجزت سلطات الاستعمار الفرنسي هذا المكان لتجميع المياه وتزويد القصر، قصر تيوت، بالماء الصالح للشرب. وهذه الآثار تاع القناة. هذه هي آثار القناة. هذا واش تبقى منها. تم إنجازها خلال سنوات الخمسينات، وشارك في الأشغال سيدي حمو عيسى المعروف بصافي محمد، مع رفقة مهندس إسباني في تلك الفترة. والساقية ساقية عين مسعود راها هنا فوق القناة مباشرة. هذا هو المنبع الرئيسي لعين مسعود. كانت المياه تتجمع هنا، قام الأهالي بإنجاز هذه الساقية. كانت هذه الساقية تسقي الواحة من الجهة الغربية بدون مضخات، بدون أي آلات أو وسائل. شوفوا هنا كيفاش قام أهالي القصر بحفر هذه الساقية في وسط الحجارة. الآن راها مغمورة بالرمال. هنا كانت حوالي واحد المترين إلى 3 أمتار. هذا هنا آثار الساقية. هي في وسط هذه الصخرة الضخمة والكبيرة جدا. قام الأهالي خلال قرون قديمة جدا بتشييد وحفر هذه الساقية بأدوات بسيطة وبدائية جدا. شوفوا مازال آثار الحفر. ما يدل على استعمال الإزميل. ربما كان مصنوع من الحديد الصلب أو من الفولاذ. هذه الساقية مكنت من توسيع الواحة وسقي مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية وأشجار النخيل. إن شاء الله تعود المياه المجارية.